النهارده دخلت متحف تعذيب في امريكا، حديقه حيوانات مهجوره، ومكتبه كتب فيها طايره. كل الاماكن دي سريه واتقالت بس على التيك توك. تيك توك فيها كل حاجه، واللي مش عارف انا في امريكا، وانا عشان بحب اعمل حاجات مجنونه فعاوز ازور الحتت اللي مش معروفه، مش الحتت المعروفه، فنروح وهنشوف لو الاماكن دي فعلا تستحق ان هي تكون سريه ولا لا. اول مكان هنروح اسمه انجلز فلايت ريلوي. شكله غريب اكنه مش مكانه هنا، فاهمين؟ شكله حلو قوي، لونه اورنج واسود، بيطلع لفوق مش بيمشي عادي. طب جامد، يلا بينا. تيك توك قالت لنا على اماكن كتيره غريبه نروحها، بس اول مكان هنروحه هو القطر. كنت متحمس قوي اول لما شفته في الحقيقه. ده اقصر قطر في العالم، بيوصلك في اقل من دقيقه. بس كده. كنت خايف وانا راكب عشان القطر ده قديم قوي. بس ايه ده؟ في قطر تاني جاي علينا. يقع بينا والله. من 1952 بقاله 71 سنه، يعني اكبر مني باكتر من 3 مرات. بس احسن حاجه في كل ده كان الفيو. الفيديو ده هنروح لحديقة حيوانات مهجورة، بس قبل حديقة الحيوانات هنروح لأغرب مكتبة شفتها في حياتي. التيك توك قالت لنا عليها. ده في كتب بتطير. احنا دلوقتي وصلنا يا جماعة المكان. بصوا عامل ازاي. أجمد حاجة في المكتبة دي الديزاينز اللي عاملينها بالكتب. أنا معرفش هم عندهم مثلا كتب بالزيادة ولا ايه عاملين بيها ديزاينز. بصوا كتب بتطير هنا، بص الكتب هنا جامده جامده قوي. دي بتهيألي احسن مكتبه رحتها في حياتي. في بريدج معمول بالكتب. طبعا لو عايز الكتاب ده اعمل ايه؟ لو اخدته هل البريدج ده كله هيقع؟ هنعدي دلوقتي من تحت البريدج بتاع الكتب. فيديو تيك توك كان بيقول ان المكتبه دي رعب، بس انا ما كنتش مصدق لحد ما شفت بنفسي. ليه الصوره دي محطوطه؟ ايه الاوضه دي؟ ايه ده؟ بعد ما بصيت حوالين الاوضه دي اكتشفت ان الاوضه دي متخصصه لكتب عن اي حد قتل قبل كده. والست دي برضو قتلت. وبصوا الباب بتاع الاوضه بتاعت القتله، عاملين باب جامد عشان ما حدش يهرب، فاهمين؟ يعني ليه كده يعني ليه؟ يعني ايه ده؟ المكتبه دي مش بتبيع كتب بس، بتبيع لوح كمان. هو المكان ده بيخلصش. اللوح هنا جامده قوي بجد. انا ممكن افضل قاعد هنا وابص على اللوح دي اليوم كله، بس احنا عندنا اماكن تانية نروحها. للاسف لازم نطلع من هنا ونروح لمكان سري تاني التيك توك هتقوله لنا. يلا بينا. هنروح متحف تعذيب في الفيديو ده، وبجد اغرب مكان اروحه في حياتي. بس الاول هنروح حديقه حيوانات مهجوره. في يوم قرروا ان هم ياخدوا الحيوانات ويخلعوا، سيبوا حديقه الحيوانات كده. شفت التيك توك بس ما صدقتش ان ده ممكن يكون حقيقه لحد ما شفت بعيني. هنا كان في حيوانات اسمها اولد لوس انجلز زو من 1912 ل 1965. سبب ان الحديقه تقفل عشان الاقفاص كانت صغيره قوي على الحيوانات. هنا يا جماعه كان في دب ابيض في المكان ده، كان في دب ابيض. انتوا متخيلين؟ المكان كله ما كانش نضيف وكان فيه جرافيتي في كل حته، بس قلت عادي عشان المكان بقاله كتير. بس الحاجه اللي ما كانتش عاديه ان كان في شمع سايح. غريبه قوي يعني. انا لو مسكت شمعه ممكن يحصل لي حاجه. ليه في شمعة هنا؟ تفتكروا الناس بتيجي بالليل وتولع شمعة وتجيب بقى اشباح وكده؟ دايما في كل كهف فيه الاوضه دي، مش عارف ايه الاوضه دي بس شكلها مخيف. ايه ده؟ خايف بجد يطلع لي حاجه فجاه. كل باب اخره فيه شباك واحد، كل كهف زي ده فيه سلم واحد. مش عارف، عايز ادخل قوي. وبرده في الباب ده. يعني تخيلوا حديقه حيوانات كامله فجاه اتثابت، كل الحيوانات محدش عارف عنها حاجة. عايز اطلع فوق واشوف ايه اللي فوق. لا مقفول. ده مش مقفول بس ده لحموه. تفتكروا ايه فوق؟ بجد عايز اطلع قوي. كل قفص كان مقفول جامد قوي ومن كل حتة، حتى حاولت ادخل وفشلت لحد ما لقيت واحد مفتوح اوريدي. في واحد هنا مفتوح، اشمعنى ده الوحيد اللي مفتوح؟ انا خايف ادخل، خايف ادخل بجد. تفتكروا حيوان ايه كان هنا؟ تخيلوا حيوان مثلا من الغابة عادي اللي هنا من غير قصده دخل وقفل على نفس الباب هنا، وبقى خلاص الحيوان الوحيد اللي في حديقة الحيوانات. تيك توك قالت لنا على مكان سفرني اوروبا وانا ما اتحركتش من مكاني. اوف، المفروض اكون وصلت. هو شارع محلات مستخبي في لوس انجلوس. انا ما اعرفش المكان ده ازاي ما فيهوش ناس كتير. كان طريق لجامعه بس الجامعه غيرت مكانها والمطاعم فضلت، والمكان ده بقى له اكتر من 150 سنه. بصوا الشارع ما فيش حد، ودي فكره الفيديو اللي احنا نروح اماكن مستخبيه سريه التيك توك بس اللي عارفه. وكده كده اجمد حاجه فيه هي الديزاينز. شايفين الست دي عامله ازاي؟ بجد يا جماعه ديزاينز تحفه هنا. المكان اللي جاي ده اغرب مكان روحته في حياتي. ما كنتش عارف اصلا ان في حاجه كده في الدنيا، كنت خايف ادخل المكان اصلا بس دخلت.
المكان ده فيه قصص عبر الزمن ازاي الناس كانت بتتعذب. هو اتعذب عشان ما دفعش الرهان بتاعه، لبسوه الحاجات دي تقيله قوي، ناس كتير قوي تفضل ترمي عليه حجر وترمي عليه زباله وتفضل تضربه. وقصة العجل ده ان هو المفروض معمول من حديد ماشي، بيبقى فيه نار تحت ويحطوا حد هنا، واللي بيحصل ان العجل المعمول من الحديد ده بيسخن وجوه بيفضل يتحرق. شايفين الحاجه اللي فيه يتحرق ويتعذب ويقفلوا عليه فهو يفضل يتعذب. اكتر طريقه تعذيب صدمتني هي دي، فكرة التعذيب بتاعته مخيفة قوي. بيحطوا حديد على بطنه وبيحطوا خشب محروق وفار تحتيه، فالفار بيحس بالحرارة وبيلاقيش أي مكان تاني يروحه غير بطنه، فيفضل يحفر في بطنه. ودي طريقة تعذيب جديدة معانا النهاردة. أنا بجد معرفش إزاي فكروا في كل الطرق دي، حسيت قد إيه البشر كانوا قاسيين قوي على بعض. بجد ما سابوش نوع تعذيب واحد هنا. إيه المكان ده؟ بحب اروح الاماكن اللي ما ينفعش ادخلها، فتعالوا ندخل ونشوف فيه ايه. اوعى رجلك يا عم، بس الجزمه اهو. انا هاخد الجمجمه دي. ايوه هاخدها معايا. المشكله ان هما ما كانوش بيعذبوا بالادوات بس، بالكائنات الحيه كمان. في حشرات جوه معاه وتفضل تاكل في جسمه لحد ما يقول الحقيقه. قليل ادب. يقول الحقيقة على طول يا جدعان. تعذيب بالحيوانات، بيحط الراجل ده في البوكس ده، يحطوا معاه تعابين لحد ما يموت. لذيذ قوي يعني. ده انا حتى عشان صعبوا عليا حاولت احايلهم. اهي راسي. معلش خلاص بقى، ما تزعلش بقى، مش قلنا ما تزعلش. يعني مكبر قوي الموضوع. قول لي انت كويس ولا لا؟ بص وشه عامل ازاي؟ من كتر طرق التعذيب اللي انا شفتها النهارده حاسس ان انا مبقاش عندي دم. تلاقي الست دي كانت بتحب تجمع الحاجات دي. انت عارف والله حسيت هيبقى فيه ايه، يعني هيكون بوكس فيه ايه في متحف التعذيب. دي طريقه تعذيب مش كرييتيف ولا دي قديمه يعني، شفناها كتير دي، فقشطه يعني حاجه هبله. حتى انا جربت واحده. يا جماعه بس انا مريح شويه، تعبت اليوم كله عمال الف وبتاع، فقلت اريح شويه يعني. قصدي 2. انا هجرب اقعد على الكرسي واشوف اللي هيحصل. الاشواك مش حد قوي وبتوجعني. تخيلوا هم بقى كانوا بيتعذبوا ازاي. الصراحه 3. وده انا عادي يا جماعه، دي طريقه تعذيب تانية. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. هخلع انا بقى يا جماعه، اظن اتحبست، مش عارف اطلع ازاي، ما اعرفش اللي حصل، ما اعرفش دخلت ازاي بجد.